نختموا احنا بنفس الطريقه اللي ختمتوا بها النداء هذايا والبيان. طلبوا من المجلس الوطني التأسيسي بإنجاز الدستور المتقب في أسرع الأجال، مراعيا أن تركيبته لا تعكس حقيقة الواقع السياسي في البلاد، وأنه يتحتم عليه الترفع عن الانتماءات الحزبية الضيقة خدمة لمشروع الوطني. هذا اللي كنت تقول فيه، ولكن شو معناه أن تركيبته لا تعكس حقيقة الواقع السياسي؟ على خاطر المجلس الوطني التأسيسي القانون الانتخابي اللي تعدى به قانون ماهوش منطقي، قانون نتاع انتخابات عاديه، ماهوش قانون نتاع انتخابات نتاع مجلس وطني تاسيسي. حتى المجلس الوطني التاسيسي ايش معناه؟ معناها الطيف السياسي الكل، حتى اللي يمثل 0.000 يكون موجود فيه، لانه هو باش يقرر حاجه اللي تم توانسه الكل. القانون هذا الانتخابي ما مشاوش فيه، ومشاو في قانون اللي عمل ما يعبروا عليه بالاغلبيه والاقليه. وفما ناس كما قلت لك ما صوتتش بالكل، وفما ناس صوتها ما تحسبتش. فاليوم لو كان نعاودوا انتخابات تو في الوقت هذه، زعما نتائجها باش تكون كما صارت في 23 اكتوبر، لا باش يتغير. على خاطر هي 23 اكتوبر سيتي اون فوتوغرافي دو لانستون، صوره نتاع الوقت هذاك في الزمن هذاك. نتعدى منه مرحله اخرى المعطيات تتبدل. زعما اللي كانوا راضيين على جماعه اليوم ما همش غضبانين عليهم وما الى ذلك. ولكن كلامك هذا سيرتي مرايحي نذكروا نطق رسمي باسم الحزب الوطني التونسي ما ينجمش ينطبق. يا اما باش تعمل انتخابات كما صارت ومهما كانت الطريقه اللي باش تصير، وباقي حسب كلامك ماكش باش تكون ساتيسفي وماكش وحدك، فما برشا عباد يخموا كيفك، والا كاريمون تقول عليك بطريقه غير مباشره تقول ما حقوش اصلا تعمل المجلس الوطني التاسيسي. لا انا نقول للناس اللي في المجلس الوطني التاسيسي تترفع على موضوع الأغلبية والأقلية، وخاصة الانتماءات الحزبية، تخرج منها، تخرج من منطق أني أنا من الحزب الفلاني وأني أنا وأنت وأنا ضدك وأنت معايا لا، نحطوا مصلحة البلاد قبل كل شيء. الناس هذه ما نشكش في وطنيتها. احنا مهما كانت جات بانتخابات واحنا نحترموها ومنا إلا ننحنيوا قدام الإرادة الشعبية اللي جابتهم، لكن نطالبوا من الناس هذه باش يخرجوا، باش يطلعوا على يراعيوا. حتى لو كان انت اصلك من الحزب الفلاني تكون منصت لنبض المجتمع الكل، تاخذ بعين الاعتبار، لانك انت وقت من اللي جيت وحطيت ساقك في المجلس الوطني التاسيسي وليت تتمثل التوانسه الكل. واضح في الختام، ولو انه كنتش نسالك على تعليق بين اللي صار بين الجي تي تي وحركه النهضه، ولكن تكلمت عليه انت قبليك بطريقه مباشره. كنت تحب فريمون تزيد تعليق؟ يعني نتمناو انه ما عادش يتعاود، ما عادش نسيروا، ما عادش نرجعوا للمنطق هذا بالكل، لانه هذا ما هو في مصلحه حد. واضح. نشكرك سيرتي مراحي، نطق رسمي باسم الحزب الوطني التونسي. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نقابلوكم علاش لا عن قريب، وديما مدنا باخر التطورات. دونك الحزب تو متكون من قد من حزب تقريبا؟ تو وصل ل 14. الكل وصلتوا كل الاحزاب ذات مرجعيه دستوريه ولا؟ يكاد يكون معنا بقى بعض القليل اللي احنا شو موقف سي كمال مرجان من انا كما قلت لك المره الاخرى وقت اللي تفضلت واستقبلتني، انا قلت لك الباب مفتوح لي. واضح جدا. بارك الله فيك، وكما قلت جدد لك اتمنى لك كل التوفيق لاي واحد يحب بطبيعه مصلحه البلاد ومصلحه تونس.